لا يستريح المؤمن حتى يتمهم الله له، الأول في الدنيا والثاني في الآخرة. أما الذي في الدنيا فالموت على الإسلام. فما خاف الصالحون المؤمنون المتقون من شيء أعظم من أن يسلبوا الإسلام قبل أن يموتوا. تقول أم المؤمنين أم سلمة لما سئلت ما أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيتك، قالت كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا في الدنيا، لأن من مات على الإسلام موحدا لربه يقينا لن يخلد في النار، هذا إذا دخلها. وأما الثاني فهو عند مرور العباد على الصراط، فإن عند مرورهم على الصراط يسلب المنافقون النور الذي أوتوه، فيخاف المؤمنون على أنفسهم. فقال الله في هذه الآية الجامعة المانعة ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فإذا خلف المؤمن صراط جهنم وراء ظهره هناك يستريح، ولا راحة للمؤمن حتى يخلف صراط جهنم وراء ظهره. قال الإمام مجاهد رحمه الله لا تتم نعمة الله على عبد حتى يدخله الجنة. اللهم أدخلنا برحمتك الجنة.